اهلا اهلا اهلا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال بحق لا اله الا الله. صلوا على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقولوا لهم شفاحوا فينا بحق لا اله الا الله. يا رب الاول كل سنه وانتم طيبين، داخل علينا رمضان، يا رب يدخل من حد فينا ناقص غش نكونوا زايدين بحق لا اله الا الله يا رب كلها. تيجي اعمل لكم ايه يا عمري؟ أرنب. رابط يا بت. هعمل لكم الارنوب ده بما ان الزيت حرام، يعني ربنا يتلطف بالناس وبقول بالحاجه. انا بعمله مقرمش على طول، ومصوره معاكم قبل كده مقرمش، ولو عايزينه بالتحميره التحفه اجمل من كنتاكي 100 مره ارجعوا الفيديوهات القديمه. انا هوريكي ازاي لو انت ما عندكيش غير معلقه واحده زيت هتخلي طعمه تحفه. معانا ارنوب، اهم فشره اتربينا عليها ان يقولك انقاع الارنب في ميه عشان يدخن، واحنا هنطخنه ازاي؟ هننفخوه ما بيتخنش، اهو منقوع من الصبح وما تخنش ولا حاجه. معانا ارنب مغسول زي الفل، بعد ما يتغسل يا عمري حطي فيه دقيق زي ما دايما بقول، وبصلايه مدعوكه بملح وفلفل، ونقعي فيه عشان ما يبقاش ريحته زفر. واهم حاجه ان انا واحده حنينه خالص، والله حتى وهو رايح للحله ما حرمتوش والله عايزه. بصي يا عمري، حاطه له كابوتشا كان اكله المفضل، وحاطه له جزر، وحاطه له خضره بس كزبره وبقدونس. معانا ارنوب، الارنوب بقى بنحتاجه ايه؟ ملح، فلفل، حبهان، لوري، فصين 2 مستكه بس عشان المستكه بتمرر، بصلايه وطماطمايه. هوريكي يا عمري بقى، تعالى اوريكي انا بعمل ايه عشان الشوربه تبقى تحفه، سواء تعملي عليها ملوخيه او تعملي على الشوربه اي وصفه. هنعمل عليها ملوخية؟ لا، الملوخيه اعملها على شوربه الكوارع. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، امسكي البصله كده بسم الله الرحمن الرحيم، هي بصلايه واحده، البصله بقى ب 15. بصي اخرطي البصله على قد ما تعرفي تخرطي، يعني بصي انا محتاجه دي كده، ودي هسيبها في الشوربه تتحط كده. هحطها هنا جنب الارنب. انا كده كده قبل ما احطه في الحله هشيل لكم الخضره اللي عليه، كنت سايبه لكم بس عشان طعامه المفضل، وانا حنينه بحبه ايه يودعه. هتجيبي يا عمري بسم الله الرحمن الرحيم، هتجيبي الملح اللي انت هتسلقي بيه اصلا، وبسم الله الرحمن الرحيم، والفلفل الايه الاسود، سيبي بقيه التوابل زي ما هي، الطماطم مش هتتضرب، ونقلب ده كده. عايزه تاخديه بايدك فركه خديه ماشي اهو، ونقطع عليه الايه الطماطميه بردك حتت صغيره بسم الله الرحمن الرحيم، ياما طماطميه واحده عشان لو هتعملي الشوربه، لو هتعملي على الشوربه ملوخيه وحطيتي طماطم هيبقى لون الملوخيه مش طالع معاكي اخضر، او لو هتعملي عليها مثلا اي خضار ماشي. افصلي الكاميرا طب لحد ما بصي يا عمري، حطينا ميه تغلي على النار. بصي هاتي كده كده الطماطميه مع البصله، وهنركنها على جنب لحد ايه ما نسلق الارنب الاول ونلم الرين بتاعه المعلقه دي، وبعد كده نحطه بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بقى بالارنب كله مره واحده بسم الله الرحمن الرحيم. احنا حطينا على النار، نزلت معاه حته البصله اللي كانت فايده من الايه من التخريطه، هسيبه من غير غطا لحد ما يطلع الرين بتاعه والمه واوريكي نلمه ازاي مع بعض. بصي يا عمري ده اسمه الرين، ده لازم يتعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، سمي الله بس كده عشان ربنا يفتح البركه في حاجه. هاتي كله كده على اتجاه واحد وتلمي. ده يا عمري لو اتساب اول حاجه سواء لحمه بط فراخ وز على كل اي نوع طير او لحوم ما شلتش منها دوت بتبقى مزفره، تبقى ريحتها وحشه، يعني الطعم والريحه سبحانك يا رب في دوت. في ناس بقى ما بتشيلوش، يعني في ناس كده ما بتشيلهوش على كل، بيبقى ريحه اكلها وحشه. استنى عايزه اقول لكم على حاجه، لو انتوا حابين يعني حد فيكم بيعمل الكوارع وبتيجي معاها ريحتها مش حلوه او طعمها مش جميل، اكتبي لي في التعليق يا عمري، وانا لما اعمل اصورها لك. انا بصراحه عشان ما بتلاقيش مشاهده او حاجه فعشان كده بكسل اصور اي حاجه. هتفضلي تشيلي كده لحد ما ايه ما يبقاش فيه خالص ماشي. وتعملي ايه يا عمري؟ تجيبي الطماطم والبصل، هي البصلايه والطماطمايه عشان تلاقي اجمل ريحه شرب، تقلبي كده عشان نغطوا مره واحده بقى عشان ما بحبش اكشف على الحاجه كتير. دولا اسيب لهم جبنه معلقه، دولت ايه الحبهان، حطي الحبهان براحتك، ورق اللوري عودين، المستكه بتمرر فهو ياما حبيتين 2 بس، باينه ولا لا اهو، ونزلي بقى حبه الفلفل الاسود انا بحبه. نعمل ايه يا عمري؟ نغطي، لا ما انا حاطه ملح فما ينفعش ان انا اكب، ندي ده كده تقليبه بسم الله الرحمن الرحيم، ونغطي الحله بقى عشان مش ايه الروائح الحلوه ما تطلعش بره. بصي الله اكبر الانثى فينشت اهي، نفشت. هغطيها واجي لكم قبل ما يستوي شويه هوريكم هنعمل فيه ايه. بصوا يا عمري هو كده ايه بسم الله الرحمن الرحيم،
استوى زي الفل اهي. هنشيله من الشوربه واوريك اهوت، هطلعه كله من الشوربه واجيلك بقى اوريك انا هدخله الفرن ازاي يا عمري. فتحتي؟ بصي يا عمري الارنب طلعته ماشي. تعالي بقى لما اوريكي. معلقه الزيت. ديت معلقتين صلصه انا عاملاها، هبقى اعملها ان شاء الله معاكم في مره. معلقتين صلصه. بصي بقى يا عمري، ملح، كمون انا محمصاه عندي، ولو عايزيني اقول لكم على ريحه جميله بتمسكيه تجيبي حبه من عند العطار وتحطيه في طاسه على نار هاديه خالص وتحمصيه وتطحني في الكب. يبقى ملح، كمون، حبه فلفل اسود، حبه شطه، دول حبه كزبره ناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بيهم كله على ايه؟ على معلقه الصلصه. عندك زبادي هتاخدي زبدايه، ما عندكيش زبادي ده لبن انا مروبه بس. بسم الله ما شاء الله. هاتي كده يا عمري، بسم الله اكبر، في مقدار زبدايه كبيره ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كل ده. حطي يا عمري بقى معلقه الزيت اللي انا قلت لك في اول الفيديو، اهي معلقه واحده بس. قلت لك هنسويه كله ونحمره بايه؟ بمعلقه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. تقلبيه كده كويس. الزبادي بقى او اللبن الرايب بتدي طعم تحفه، حاجه كده فوق التحفه كمان. قلبي كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي بقى اي صينيه عندك، انت على جنب كده. هاتي اي صينيه عندك، خدي من العسل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. افردي فيه، ما تتنزت او اي حاجه. احنا حاطين معلقه في الاول وفي الاخر بس هي دلوقتي. تعالي بقى على الايه؟ على الارنب. استوى يا عم. بصي بسم الله الرحمن الرحيم. من تحت كده عايزه تحطي بابريكا حطي، بس انا مولعه الفرن وان شاء الله هو يتحمر ويبقى زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. بترصي بقى يا عمري اهو، تتهري من جوه وتتهري. الكليتين دي كليه ودي كليه اهي. سبحان الله، هما بيقولوا اقرب حاجه لتكوين جسم البني ادم هو الارنب، والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. عايزه يا عمري تحمريه حمريه، وهقول لك تاني هتنقعيه في ميه، بس هو في النهايه لما هيدخل النار هتبصي تلاقيه بقى بالحجم دوت. مهما نقعتيه في ميه، هي الميه اصلا مش هتزغطه يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هكمل. طيب انا كله كده لوحدي عشان الفيديو ما يطولش عليك، واجي لك يا عمري قبل ما ادخله. بصي يا عمري، تيجي بقى بقيه الحاجه العسل بتاعت التحمير ديت وتنزلي كده. عايزه اقول لك على حاجه، عايزه تنشفيه خالص نشفيه، عايزه تخلي دوت يبقى بسم الله الرحمن الرحيم اكنه صوص كده في الصينيه يعني. بصي انا دلوقتي هحطها في الفرن من تحت، حلو الكلام. انا عايزاها تسخن مع بعضها او تاخد لون خفيف من تحت، وبعد كده اولع الشوايه عليه. حابه تسيبي الصوص في النهايه، هتجيبي حبه شوربه صغيره وتفضيهم في قاعده الصينيه ماشي يا عمري. بس انا هوريكم انا بحمرها لحد ايه وبكتفي على كده. هدخلها بقى الفرن مع نفسي. بصي يا عمري، شايفين اللون بالله عليكم تحفه ازاي؟ فتحي غمقي براحتك. انا مش هطلعه من الصينيه عشان ايه؟ احنا صايمين، فعبال ما هكمل بقيه الاكل. فبص انا عايزه اقول لك حاجه، وانت جايه بتطلعيه في طبق هتاخدي من الصوص اللي هو ده وتحطي في الطبق، او لو انت هتحطيه كله مثلا على الرز هتاخدي دوت وتحطيه تلميه في طبق. بامانه ربنا الشوربه طعمها تحفه. اهم حاجه الشوربه يا عمري لما تيجي تفضيها سواء في بوله بقى او في طبق، بصي مفيش مستكه ولا حبهان ولا لوري ولا بصله ولا طماطم ولا حاجه باينه. تخليكي هنا الاول يا عمري، في ناس كل عركتهم وخناقتهم على السفره ان بيبقى في الشوربه طالع الايه؟ التوابل اللي هي حطاها. سواء هتحطي الشوربه دي على خضار طبيخ، هتعملها على رز، على اي حاجه لنفسك، اوعك يا عمري الا لازم تصفيها الاول. اللهم بلغت ماشي يا عمري اهو زي الفل. بصي لونها، الارنب ده بسم الله ما شاء الله فيه دهون عشان كده بيطلع دهون على الوش. شوربه الارنب طبيعه الحال بتبقى مرقه. هتقومي تعملي ايه وانت جايه خلاص تفضيها؟ هتجيبي حته سمنه بلدي تحطيها في الشوربه وهي بتغلي على النار في النهايه قبل ما تفضيها في البولات بتاعه الشوربه ماشي. اهيت الشوربه زي الفل. خليكي في الارنب الجميل. بصي الله اكبر والله العظيم تحفه. هكتب لك في الفيديو عملنا الارنب بمعلقه زيت ماشي. بصي لونه تحفه والطعم تحفتين. صحه وهنا على قلب اللي ياكل. عملت اي حاجه يا عمري، حابين تشرفوني بالاشتراك في القناه على رسم من فوق هتزيدوني شرف، حابين تحطوا لايك هتزيدوني شرف. في الحالتين والله تسمعوا دعوه جميله. جربتوا اي حاجه وحبيتوها ادعوا لي ان ربنا يرضيني خير في ولادي يا رب وما يربيهم غيري، عشان الملك يقف يقول ولكم اسلم كله. اللهم دبر لنا امورنا في احسن التدبير. صحه وعافيه على قلب اللي ياكل يا عمري يا رب.